من الاخر بقى نجم مصر، انت لو ما لعبتش ملعب ترابه وما لعبتش بكوتش باتا يعتبر ما استمتعتش بالكوره، وتطلع كده بالعفر وبتاع. هاخدك معايا ماتش ترابه، يلا بينا. ركبنا التوك توك وخرجنا وايه ووصلنا الملعب. اهم حاجه بقى من الماتش كوبايه القهوه دي، بتفوق. ادى الكوتش الباتا طبعا رمز من رموز العالم. في اول الماتش كده طبعا كل ما اجي اوقف كوره، لان ما كنتش لعبت بقالي حوالي سنه ونص على ترابه، مش عارف اوقف الكوره فين وفين. بعد ما بدات اخد حساسيه الكوره، لازم طبعا تباصي باصه، تسند باصه لحد ما تدخل في الماتش وتعرف الدنيا ماشيه معاك ازاي على الارض دي. بدات اهو اعمل اللي انا هباصي اهوت، واروح واجرب واشوط بحيث ان انا ادخل ايه في الماتش. مره شوطه، مره استلامه وسنده. سيبك انت بقى، العفر اللي بيطلع من الملعب ده متعه يا جدعان. عفر كده يجي في عينيك وفي ودانك وفي مناخيرك وفي كل حاجه. طبعا حطها لي، كان لازم اشوطها من مره واحده بس المدافع يطلعها. ده اسيست، بس صاحبي بقى انت فاهم وزنه زايد، يجي 30 كيلو، فجالي شوطه بعدها طلعت بالمنظر ده. عندك هنا اهو، استلمت ولفيت وقفت اهو، عشان ابقى الواحد بيعافر يعني ان هو يشوط شوطه كده، لان الفرقه كلها بتلعب دفاع، تقولش بيلعبوا على سواريز. هنا كوره، تمام. هنا بقى عايز اشوط، صاحبي ده اللي هيحل لي، اللي اتحرك ده هو اللي حل لي اللي انا ايه اللي انا اشوط. فلازم يا جماعه التحرك مهم جدا. تعالوا بقى معايا شوفوا الكره دي ضربه جزاء ولا لا. طبعا ده المهاجم بتاعنا وده الحارس طلع قتله وما اتحسبتش عادي. وبعد ما خلصت تعالوا بقى اوريكم المتعه بقى. شوفوا بقى التيشيرت اللي انا كنت بلعب فيه عامل ازاي. طبعا لازم تاخد معاك كيسه عشان الهدوم هتبقى يعني كانك نازل مشتل بتلوط. ده التيشيرت زي ما انت شايف، التيشيرت كده اهو جميل، معلوش الا طبقه طين خفيفه. عندك الشورت طبعا لازم تاخد برش كده جميل. عندك بقى الكوتش مش هقولك يعني بينزل كده بيطلع طين. عندك الشراب اكيد طبعا. فيا جماعه اللي عجبوا الفيديو يا ريت ما ينساش المتابعه ولايك وشير حبايب.